السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة اخر 5 حلقات من مسلسل كوبرا كاي. وقبل ما نبدأ في التفاصيل، بما ان ال5 حلقات دول نازلين من يوم الخميس اللي فات، فهنتكلم بحرية حرق احداث. طبعا الموسم الاخير ده هو نزل على 3 اجزاء، كل جزء منهم كان ليه مراجعة خاصة بالقناة هنا، والناس اللي شافتها اكيد عارفة رأيي فيها. اللي ما كنتش مبسوط كفاية من المسلسل وحاسس ان هو يعني كان فقد ضلته شوية، وايا كان المستوى الفني للحلقات اللي فاتت، فانا خلاص مش عايز منها حاجة. انا كل اللي عايزه ان المسلسل يجمع نفسه كده في ال5 حلقات دول ويديني نهاية تليق بيه. ولما بدأت في الحلقة الاولى من 5 حلقات لقيت ان الوضع ماشي زي ما هو نفس اللي فات، فالحقيقة يعني اللي هو حصل لي شوية نوع من فقدان الامل، قلت خلاص مش مشكلة نكمل ال5 حلقات دول، ويعني اهو جايز نلاقي حاجة عادلة. ولكن اللي حصل بعد كده ان الامور اتغيرت تماما الحمد لله، والمسلسل فعلا بدأ ان هو يشتغل على ان هو يدي نهاية حلوة تليق بيه، وحتى استخدم عامل التوهان ده بتاعه في سرد القصة. قدر ان هو يبين لك ان الشخصيات اللي موجودة هي كانت تايهة، كل واحد كان عنده مشاكل موجودة فيه. دانيال كان موجود في المشاكل اللي هو الماضي اللي اكتشفه عن مياجي، وان ازاي مياجي كان قاتل حد قبل كده، فالشخصية اللي هو مثله الاعلى الصورة بتاعته اتهزت قدامه، فكان تايه مش عارف يعمل ايه وبيحاول ينكر الواقع. اما جوني فجوني هو منتظر طفلة جاية في اسرة في بيت بيحاول ان هو يعمله، حالته المادية طبعا مش افضل حاجة، فهو ملهي في المشاكل الحياتية اللي موجودة عنده. حتى الشباب الابطال بتوعنا هم خلصوا مرحلة الثانوي ورايحين مرحلة الجامعة، فبرضه حالة من التوهان، كلهم العلاقات مش هتبقى موجودة زي ما كانت موجودة، كل واحد هيبتدي ان هو يروح في طريق مختلف. فكان في حالة وعامل من التوهان موجود في المسلسل، ولكن قدر ان هو يستخدمه بحاجة كويسة جدا في طريقة سرد القصة بتاعته. المسلسل بقى اخد المشاكل اللي كانت موجودة فيه دي وخلاها في سرد القصة بتاعته، وعمل تسلسل احداث كان جامد جدا. وافضل حاجة في تسلسل الاحداث بتاعته ان نهاية القصة كانت مع جوني. جوني هو اللي بدأ الموضوع من البداية في الحلقة الاولى من الموسم الاول، ونهاية الموضوع كانت معاه برضه بنزاله على بطولة العالم. ومش بس جوني، لا هو كل شخصية كانت موجودة معانا قدرت ان هي تحصد اللي زرعته. يعني كريس وتيري سيلفر الاتنين حصلوا على النهاية المستحقة بالنسبة لهم، نهاية مرضية للغاية، وهم فعلا يستحقوا النهاية اللي حصلت بيهم بان المركب تنفجر بيهم هم الاتنين. كل حد موجود خد حقه، واللي كان يستحق ان هو يفوز ويكسب وينتصر استحق وقدر ان هو يوصل لكده. اللي كان الموضوع مش فارق معاه عادي وما بيلعبش على المكسب والخسارة، برضه كان اخد النهاية المرضية بالنسبة ليه. هو ده اللي انا كنت بدور عليه في البداية من اول الموسم، ان الموضوع يكون فيه سرد قصة قوي وحلو، ويقدر ان هو يديني جرعة الادرينالين اللي كانت موجودة في المسلسل على مدار المواسم اللي قبل كده. ده شيء انا كنت بفتقده الحقيقة في ال10 حلقات اللي فاتوا، ولكن ال5 حلقات دول قدروا ان هم يدولي بشكل مرضي جدا. فبرغم اي مشكلة كانت موجودة قبل كده، ولكن الحقيقة المسلسل قدر ان هو يديني النهاية المرضية اللي تخليني اقول ان انا استمتعت عموما. الحاجة بس اللي كنت مستنيها ومش عارف هم ليه ما عملوهاش، ان انا كنت مستني ان يبقى فيه ظهور لجاكي شان، يبقى موجود معانا حتى لو بمشهد في النهاية كده، حاجة تكون تمهيدية للفيلم اللي هيتعرض السنة دي، اللي هو يعني اي حاجة دون اي لمحة بسيطة عن الموضوع. ولكن هم قرروا ان المسلسل هيبقى منغلق على نفسه، وخلاص الفيلم هيكون حاجة تانية وقصة تانية غير عالم المسلسل. اما بالنسبة للجانب الحواري، فالحوارات اللي موجودة هنا هي من افضل الحوارات اللي موجودة على مدار المسلسل كامل، ولكن الحوارات المستخدمة في سرد الاحداث، الحوارات بمعنى اصح اللي بتكون بره النزالات. ليه؟ لان الحوارات اللي في النزالات هي حلوة ولكن مكررة، كل مرة بيعملوا نفس الحوار، كل مرة البطل بتاعنا بيخش بيتضرب، بعدين يجي يقوم قايل له كلمتين بقى، وانت ازاي تسيبه يعمل فيك كده، فيقوم قايم رايح غالب الشخص التاني. فالموضوع اتكرر واتكرر في ال5 حلقات دول كتير قوي، وتكرر اللي هو يعني بحاجة هي مش سلبية، بس اللي هو يعني انت اللي قدامك دلوقتي ده عمال يضرب فيك وانت مش عارف تاخد منه ولا نقطة، فرحت قام قايل لك كلمتين، خلاص سخنت، جيت قمت حاطط على الشخص التاني ده من غير ما هو يكون ليه اي رد فعل. طب هو ايه الشخص التاني ده؟ مفيش حد بيكلمه عن الناحية التانية، ولا بيبقوا مخاصمين بعض ولا ايه؟ فالحوارات اللي في النزالات هي كانت حلوه، ولكن كانت مكرره وتم استخدامها اكتر من مره لغايه ما لا انا خلاص انا زهقت، انا مش عايز اسمع كلام، خشوا اضربوا بعض وخلاص وانتهينا. ونروح دلوقتي الاخراج اللي هنا قدر ان هو يدينا في ال5 حلقات دول افضل مشهد في المسلسل ككل بالنسبه لي، وممكن كمان اقول ان المشهد ده هيكون واحد من افضل المشاهد في عالم المسلسلات كلها. المشهد اللي شفنا فيه دانيال وهو بيوصل لمرحله خلاص ان هو
فقد الهوية، مش عارف هو يعمل ايه، مش عارف ايه الخطوة اللي جاية. بيبتدي يتهيأله ان عناصر كوبرا كاي زمان اللي كانت بتضايقه وهو صغير موجودة حواليه، لغاية ما بيجي مياجي وبينقذه من الناس دي كلها وبيحاول ان هو يرجعه للطريق الصح مرة تانية. مشهد جميل جدا ومتكامل بالنسبة لي في جميع العناصر. على مستوى الإخراج فالسي جي اللي تم استخدامه لإظهار مستر مياجي مرة تانية، والمشهد القتالي اللي حصل، المستوى البصري عموما كان جميل جدا، ومش هتحس بفرق او هتحس ان الراجل ده ميت من سنين كتير. الحاجة الأهم هو الضرورة بتاعت المشهد ده في القصة. احنا البطل بتاعنا دلوقتي اللي هو دانيال خلاص كان مش عارف هو يعمل ايه، وفقد الهوية بسبب ان نظرته لمثله الأعلى اتهزت بسبب ان هو عرف ان هو قاتل، لحد ما بتجيله الرؤية دي ومياجي بيجيله يحطه على الطريق الصح مرة تانية، بيجي يقول له انا مثلك الأعلى واعمل الصح. المشهد على المستوى البصري كان رائع، وعلى المستوى القصصي كان رائع جدا. بيبين لك ان الشخص اللي قدامك اللي انت بتحبه، اللي لما تسمع عنه كلام وحش ما تحكمش عليه بالكلام اللي انت سمعته، احكم بالحاجة اللي انت شفته منها. وده فعلا اللي حصل، واكتشفناه بعد كده ان مياجي كان مظلوم في الموضوع ده، وان الشخص اللي قتله كان مجرم وكان سرقه وكان بيهاجمه كمان، هو كان بيحاول ان هو يدافع عن نفسه بس. فاحيي الاخراج جدا الحقيقه على المشهد القوي اللي هو عمله لنا ده. طبعا بالنسبه لباقي الاخراج ومشاهد القتال والنزالات اللي كانت موجوده، وكمان الاستعارات من افلام زي روكي والحاجات دي، فكانت حلوه. الاخراج هنا على المستوى البصري كان حلو قوي، ومفيش اي مشاكل معاه الحقيقه. انا مشاكلي معاه جزئيه الحوار اللي اتكلمت فيها من شويه، اللي هو كان بيطول فيها زياده عن اللزوم. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فاخيرا شفنا من رالف ماتشيو اداء تمثيلي عدل. انا الراجل ده مستنيه من 6 مواسم اللي هو يحاول يعمل اي حاجه، كان مفيش، هو مخلص تمثيليا، ولكن قدروا ان هم يطلعوا منه اداء تمثيلي حلو سبحان الله. فكان فين ده من زمان. اما ويليام زبكة فهو بالنسبه لي هو بطل المسلسل الاول من حيث الاداء التمثيلي. الراجل بيقدر ان هو يكتشف نفسه مره اخرى ويعمل اداء تمثيلي حلو. الناس دي انا مش عارف احنا هنشوفها في حاجه بعد كده غير كوبرا كاي ولا لا. يعني هو ذكراتي كده زمان كان هو الانطلاقه بتاعتهم وبس، ما عملوش حاجه بعديه تاني. ان جاءت كوبرا كاي واعادت احيائهم مره تانية، فهل هنشوفهم في اعمال تانية ويجددوا شغفهم التمثيلي، ولا هم كده انتهوا خلاص؟ مسلسل كوبرا كاي هو واحد من المسلسلات المفضله بالنسبه لي، اللي اعتقد ان سواء انت كنت بتحبه او كنت بتكرهه، ولكن لازم اكيد انت هتكون بتحترم مسلسل زي ده وترفع له القبعه. مسلسل قدر ان هو ياخد حاجه معموله من سنين كتيره قوي ويعيد احيائها مره تانية في زمن مختلف غير الزمن. يعني حاليا في الوقت اللي احنا فيه مفيش حد مهتم بالكاراتيه خالص، ولكن قدر ان هو يعيد احياء الموضوع ده بفكره بشغف جديد، بحاجه تخليك تقعد تتفرج عليه لمده 6 مواسم. ده الشيء اللي خلى المسلسل قبل ما يكسب حبي يكسب احترامي، وده المهم، ان انا بحترم مسلسل كوبرا كاي على الرغم من ان في اختلافات كتيرة حصلت بالاخص في الموسم السادس ده، ولكن مع ذلك هو واحد من افضل المسلسلات اللي انا بحبها ومن افضل المسلسلات اللي انا شفتها. بس كده اعزائي المشاهدين يكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.